زي ما عودتكم معايا في قناتي اني بقدم لكم وصفات سهلة واقتصادية وموفرة وتقدر وتنفع ميزانية اي بيت. النهاردة برضو جبت لكم وصفة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبك، وهي المسقعة، بس انا عاملاها على طريقتي، ان شاء الله تعجبك. كملي الفيديو للاخر وهتشوفي كل حاجة بالتفصيل. اول حاجه هنبدا مع بعض ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده طريقه سهله وبسيطه جدا وهتعجبكم. مكوناتها بسيطه، 3 مكونات، مش مكلفه خالص. تنفع معاكي فطار، غدا، عشاء، زي ما تحبي. تحطي جنبها بطاطس مقليه، بيض، اي حاجه، وتكملي الوجبه وان شاء الله تبقى سهله. اول حاجه معانا بتنجان، الكمية اللي انت عايزاها. معايا طماطم وشطة، والتوابل عبارة عن كمون وملح وفلفل وهريسة الثوم. يلا مع بعض كده نبدأ. اول حاجة هنبدأ نقطعها البتنجان. ولو انت لسه جديدة وما تعرفنيش، انا رانيا ودي قناتي بقدم فيها وصفات سهلة واقتصادية وتنفع لميزانية اي بيت مصري. ولو انت معايا في القناة ياريت تحطي لايك وتقولي وتكتبي لي كومنت حلو من ايدك كده وتشجعيني وتقولي لي رأيك والوصفة عجبتك ولا لا. اهو قطع معاكم البتنجان مكعبات كده بالشكل ده اهو، وسهلة وما بتاخدش وقت، يعني ربع ساعة بالظبط كنت مخلصة الغدوة. لو انتي مثلا موظفة انتي محتارة عايزة تعملي حاجة بسيطة كده، وطبعا يعني مش الميزانية والظروف الاقتصادية ما بقتش تسمع ان احنا كل يوم نجيب حاجة مكلفة، فراخ، لحمة، الكلام ده لا. في حاجات طبعا مش ده عندي بس، مش في بيتي بس، لا في اي بيت مصري كلنا بنمر بالظروف دي. فبندور على حاجات مرة غالية مرة رخيصة، اهي الدنيا تمشي معانا وكده. فبنعمل حاجات زي كده بنحتاج نعملها في الاسبوع. فدي وصفة هتعمليها وان شاء الله تعجبك وسهل. هنا بقى بعد ما قطعتها برش ملح عشان تصفي البتنجان، يصفي ميته كده على ما اخلص باقي التقطيع. انتي بقى لو انتي مثلا هتعمليها على الظهر او في وقت تاني قبلها بساعة ولا حاجة، تقطعي البتنجان وتحطي عليه ملح، هيبدأ يصفي معاه ميته ومش هياخد منك وقت ولا يشرب زيت وانتي بتقليه. هنا بقى الطماطم مقطعه مكعبات برضو زي ما عملت مع البتنجان اهوت. انا الطماطم هنا انا جايباها جامده لان انا عايزاها جامده، عشان برضو وانا بعملها مش يعني ايه. هتشوفي معايا، كملي بس معايا الفيديو للاخر، هتشوفي كل حاجه انا بقولك عليها هتعمليها ازاي ان شاء الله وتعجبك اهو. واكيد كتير مننا عارف الطريقه وعارف المسقعه، بس كل واحد بيعملها بطريقته. بس في حاجات اساسيه، مكونات اساسيه بتبقى في الوصفه ما نقدرش نغير منها، لان لو غيرتي منها كده انت بتنقلي الوصفه او الطبخه في حته تانية بطعم تاني، تمام. انما حاجات زي البهارات، زي مثلا حاجه حراقه حاجه بارده، دي اللي براحتك بتغيري فيها. انما حاجات زي اساسيات لا طبعا بتبقى حاجه اساسيه معانا يعني. هنا بقى انا كنت قطعت الطماطم والبتنجان، اقطع معاكم الشطه ونكمل باقي الوصفه. برضو الشطه اقطعها كده. لو عندك فلفل الوان وحابه تحطيه برضو بيبقى حلو، بيدي الوان كتيره كده في الوصفه وتخلي شكلها حلو وتفتح النفس اهو. هنا اهوت اقطعها كلها اهو، تمام اهو، ما بتاخدش حاجه خالص اهو اهو. وانتي وصلت لحد هنا بقى ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وزي ما انتم متعودين طبعا انا بقدم حاجات اقتصادية، فتابعيني عشان تشوفي معايا كل جديد بإذن الله اهو. هكمل باقي الشطة تقطيع. قطعت هنا كل حاجه اهو، الطماطم والشطه والبتنجان. هكون مجهزه معاكم طاسه فيها زيت على النار عشان ابدا اقلي المكونات اللي هي البتنجان والشطه. اول حاجه هحط البتنجان اهو وهحمره. طبعا مش هحمره قوي برضو، هحمره يعني هتشوفوا معايا دلوقتي. كملي بس الفيديو للاخر عشان تشوفي كل حاجه بالتفصيل اهو.
طبعا احنا لو بصوا هنبص بقى لكل حاجة بتكلف كام بتعمل كام، انا هنا خدت كتير زيت، استهلكت زيت مش عارفة ايه، يبقى كده مش هنعمل حاجة. لا احنا برضو يعني اي نعم هنحط زيت وكده، بس مهما يكون مش هتكلفنا برضو حاجة. يعني بتنجان والطماطم والشطة، يعني كل الموضوع يعني لو حسبتيه ممكن يخشله في 20 جنيه تكلفة الاكلة دي، مش حاجة يعني. اهو كده بقى المرحلة اللي انا خلاص انا محتاجاه اطلعه في الوقت ده كده، لا يبقى محمر قوي ولا يبقى ابيض قوي، يبقى ذهبي كده. اطلعه واوطي النار لحد ما انزل الشطة واعليها تاني. اهو برضو الشطة مش هحمرها قوي، هتشوفوا دلوقتي معايا. اهو طلع باقي الكمية واصفيها كويس. وزي ما قلتلك بقى لو انتي عاملاها من بدري شويه وحاطه عليه ملح بيبدا يصفي اي ميه فيه، فما بيشربش معاكي زيت وبيحمر اسرع من كده كمان. اهو هنزل بقى بالشطه، وبرده لو انت عندك الفلفل الالوان هتنزليه برده مع الشطه كده، بيديلها برده قيمه وبيديلها يعني بتبقى الواناتها كتير بتفتح النفس يعني. اهو لسه شويه هستنى عليها شويه، برضو مخدتش وقت، حمضت على طول لان هنا الزيت كان سخن من بعد ما قليت البتنجان، فنزلت على طول بالشطة. اهو كده بقى خلاص هبدأ اطلعها. اهو ده بقى اللون اللي انا عايزاه، برضو مش عايزة احمرها قوي، لان يا جماعة كتر ما يعني ايه بتخلي الحاجة تحمر معاكي قوي مهما كان بتمرر معاكي وبتبقى لونها مش لطيف كده في الاكلة، فاهماني؟ هنا بقى جبت طاسة على النار، هنزل بشوية زيت. وانا كنت في الاول قايله لكم ان انا معايا هريسة توم، هنزل في الطاسة كده اهو، وهحمرها برضو وهقف جنبها. يعني لو انت بتعملي حاجة في الوقت ده ما تحاوليش تسيبي الطاسة او الحاجات اللي بتقليها دي لانها ما بتاخدش وقت. اهو هحمر برضو التومة تاخد لون كده. وطبعا انا كنت مقطعة معاكم الطماطم المكعبات هنزل بيها، شوف دلوقتي مع بعض. وانا كنت في الاول وانا بقطعها قلت لكم انا جايبه الطماطم جامده علشان انا محتاجاها جامده، ليه هقول لكم دلوقتي. اهو هنا بقى بتبدا تاخد لون، بفضل اقلب كده عشان برضو ما تحمرش من مكان، ما تحمرش من مكان ومكان لا. هنا خلاص ده المستوى اللي انا عايزاه فيها. هنزل بقى بالطماطم اهو، دي الكميه اللي انا كنت عاملاها هنزل بيها دلوقتي، وهيبقى معايا حوالي يعني اقل من ربع ميه، كمان اقل من ربع كوبايه ميه هنزل بيها هنا. هبقى الاول احط التوابل بتاعتي، الملح والكمون والفلفل، واظبطها كويس واشوفها محتاجه ملح تاني ولا لا، وبعد كده انزل بربع كوبايه ميه او اقل من كده كمان، بس اديها شويه ميه بساط كده اساعدها على السوا بس. اهو انا مش محتاجاها يعني تعمل معايا صلصه، لا انا محتاجاها تستوي حاجه بسيطه وفي نفس الوقت الحتت معايا تبقى ايه زي ما هي واخده شكلها كده. هتشوفوا دلوقتي معايا ادي اهو حبه الميه، شايفين؟ حتى لو عملتهم بمعلقه يعني ممكن يجوا معلقتين 3 اهو. وهدي عليها النار واغطيها شويه لحد ما تغلي غلوتين، ونبدا نكشف عليها والغطا اهو. هنا كانت بدات تغلي، هسيبها دقيقة كمان. هنا كنت بوريكي ان حتة الطماطمة بتبقى سليمة كده ما بتتهريش معايا، بس بتتشرب من المية والتوابل وبتبقى طعمها جميل. حاجة بسيطة كده وارجع تاني اهو. كده خلاص دي المرحلة بقى اللي انا هنزل فيها. انا كنت عايزاها كده استوت اهي ودخلت في السوا، بس في نفس الوقت ايه شايفة الحتت بتاعتها زي ما هي. هنزل بقى بالبتنجان والشطة. وطبعا لو انتي برضو في ناس بتحط عليها بطاطس مقلية، تبقى قالية البطاطس وتحطها برضو في الوقت ده، واقلبها بقى تقليبه كويسه كده، خلوهم كلهم يتقلبوا مع بعض ونغرف الطبق مع بعض وتشوفوا في الاخر اهو. ودي الكميه ما شاء الله اهي، شايفه شكلها يفتح النفس والالوان جميله وطعمها جميل جدا، جربيها وان شاء الله هتعجبك. وصلت لحد هنا بقى ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وقولي لي ايه اهو. اغرف الطبق بقى معاكم اهو كده. بعد ما غرفت الطبق بسم الله ما شاء الله، شايفه
شكله ولونه. ودي الكمية اللي طلعت معايا اهو. يفتح النفس. وتعملي جنبه بقى زي ما تحبي اللي انت عايزة تعمليه جنبه، تبقى جميلة اهو. لو عجبتك بقى الوصفة ما تنسيش تقولي لي رأيك، واستنيني ان شاء الله في فيديو جديد، وصفة جديدة وسهلة وبسيطة. واشوفكم على خير، مع السلامة. اهو هنا كنت بجيبها لك من كل الاتجاهات كده وبقربها عشان تشوفيها وتشوفي شكلها. شايفة اهي. اشوفكم على خير، مع السلامة.